ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض صينيه بطاطس باللحمه. نعمل بقى حبه رز بشعريه كده مفلفلين ان شاء الله يعجبكم. طبعا هنا بقى نبدا الاول هنسلق اللحمه 3/4 سوا. هنجيب حله هنحط فيها الميه، هنحط فيها بقى رشه فلفل اسمر، رشه 7 بهارات، رشه بهارات لحمه، حبهان، كبيبه صيني، وورق لوري، وهنحط رشه جوز الطيب. هنا بقى هنغطي الحله، واول ما الميه تغلي هنبدا ننزل باللحمه. هنا كنت نسيت الطماطم والبصل، حطيت طماطميه وبصلايه. هنا بقى الميه غلت اهي، نبدا ننزل باللحمه. دي لحمه سن حته كده بتبقى ناعمه، بتبقى جميله قوي في الصواني. نقلبها بقى ونغطيها ونسيبها تستوي، واول ما تبدا نص سوا كده هنبدا بقى نزود لها الملح ونديها تقليبه ونسيبها كمان 10 دقايق، وبعد كده نطفي عليها. هنا بقى كنت جهزت الخضار بتاعنا. معايا هنا بصلايه هقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين كده، ومعايا هنا بطاطس مقطعاها شرايح، وطماطم مضروبه ومصفيه، ومعايا هنا قرن فلفل وفص ثوم. هنا بقى قطعت البصلايه مكعبات، هحط عليها ملح وفلفل اسمر وكمون و7 بهارات، وهبدا بقى اعمل كده تدليك للبصلايه مع البهارات. هنا بقى بتشم ريحه بتوديكي في حته تانية خالص. هنبدا بقى نحط الخضار الفلفل والبطاطس ونقلبهم مع بعض ونرصهم رصه حلوه، وننزل بقى بالطماطم اللي احنا فرمينها ومصفيينها. هنا بقى كانت انا تقريبا نسيت الثوم، بس هحطه معاكم دلوقتي. هنا بقى هبدا انشل اللحمه واحطها فوق البطاطس. هنا اهو جبت لكم الثوم كنت نسيته، ومعلقه زيت. اللي لازم صينيه البطاطس ما تحلاش الا بمعلقه السمنه البلدي. طبعا حطيت معلقه سمنه بلدي، ونزلت طبعا باللحمه اللي احنا سالقينها مع بعض، وهنزل عليها كده برشه طماطم، ونديها بقى كرنبين شوربه. هنا مش هزود ميه لان انا عايزاها تبقى واخده طعم الشوربه. هنا بقى كانت جاهزه معانا ودخلتها فرن سخن. جبت بقى هنا حله حطيت فيها معلقه سمنه بلدي ومعلقه زيت ذره، وهنبدا بقى نعمل مع بعض رز بالشعريه. هبدا بقى هنا احمر الشعريه. السمنه البلدي في الرز ابو شعريه بيبقى حلو قوي، انا اصلا يعني بحب السمنه عامه في الرز يعني. هنا هي الشعريه بقى تبدا تاخد اللون الذهبي. اول ما تحمر هننزل عليها بالرز. ما ننساش كده ندعي لاخواتنا في فلسطين، يا ربنا ينصرهم يا رب، واخواتنا في لبنان واخواتنا في السودان، ربنا يا رب ينصرهم يا رب. هنا بقى بوريكم ان الشعريه خلاص كده اتحمرت. هنبدا بقى ننزل عليها بالرز. انا عايزه الرز يسخن ياخد درجه حراره الشعريه كده عشان يديني ايه اللي هو يبقى مفلفل. هنزل طبعا بالرز ده كله وهقلبه، واقوم نازله بقى بالملح. ما ينساش كده واحنا شغالين مع بعض كده في الوصفه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا اهو بقى قلبت الرز، هبدا احط الملح واقلب. اول بقى ما الرز كده شوفوا بدأ خلاص يعني زي دخل في درجة السخونية اللي انا عايزاه، انا عايزاه يبقى سخن. هقوم نازله عليه بالميه، ميه بقى مغليه ميه عاديه مش هتفرق كتير. هنا كانت الميه تقريبا كانت دافيه يعني مكانتش سخنه قوي. وصلت بقى معايا لحد هنا وعجبك الفيديو دعميني بلايك وكومنت وسبسكرايب عشان القناه تكبر بيكم. هنا بقى الاكل كله جاهز معانا. الشوربه طبعا صفيتها، وهنا صينيه البطاطس تطلع من الفرن بتغلي اهي. بجد ريحتها وطعمها كان وهم يعني. اكلت البطاطس يعني بجد كانت واخده طعم الشوربه مع اللحمه، كانت جميله. وهنا الرز كان بيتردد كده. بقى الاكل كله جاهز معانا، نغرفه ونوريه لكم ان شاء الله. بجد شكل البطاطس جامد وطعمها اجمد. هنا بقى خلاص كان الرز اتردد، هقلبه واسيبه دقيقتين واطفي عليه. هنا بقى كان الاكل خلاص غرفناه. شكل الاكل بجد بقى تدعموني بلايك. اهم من الشغل ترتيب الشغل يعني. هنا الاكل ما شاء الله على ما صينيه البطاطس طلعت من الفرن كان الرز اتردد، الاكل كله كان خلصان مع بعضه. هنا بقى كنت بدوق الاكل وبوريكم الرز مفلفل ازاي. هوريكم برضو اللحمه هنا كانت مستويه جدا وفي نفس الوقت متماسكه. لو عجبكم الفيديو استنوني بلايك واستنوني في فيديو جديد مع مطبخ سو.